يوه، هو احنا ليه لازم نصحى على صوت المنبه كل يوم كل يوم؟ عشان انت يا زياد كسول ومش بتحب تصحى. يعني ايه مش بحب اصحى؟ هو في حاجة احلى من النوم؟ ده احسن حاجة في الدنيا ان الواحد ينام كتير ويصحى براحته. في حاجات ممكن نعملها يا زياد أحسن من النوم. لا، النوم ده شيء ممتع، شيء جميل. انت دايما يا زياد بتتاوب وعايز تنام طول الوقت. على فكرة يا زياد في حاجات كتير ممكن نعملها أحسن من النوم ونستمتع بيها. ايوه فعلا، الحاجة اللي هي احسن من النوم ممكن نعملها ونستمتع بيها ان احنا نفضل نلعب نلعب نلعب. نوم ولعب، لعب ونوم. شاطرة يا سارة، هو كده بالظبط. وانا دايما يا هنا اما بلعب معاكي وادخل تحدي بكسبك. لا، انت مش بتكسبني ولا حاجة. يا سلام، فاكرة المرة اللي فاتت انا اللي كسبتك واللي قبلها واللي قبلها. لا لا. طب يلا دلوقتي نلعب سباق ونشوف مين اللي هيكسب. ممكن اعرف بتعملوا ايه كده على الصبح؟ وايه الازعاج اللي انتوا عاملينه ده؟ معلش يا ماما، اسف، اصل انا كنت بعلم سارة وهنا ان انا اسرع منهم ومش ممكن يكسبوني ابدا في التحدي ده. دول فاكرين ان هم ممكن يكسبوني في يوم من الايام. انا حبيت بس اعرفهم ان هم مش ممكن يكسبوني ابدا. ما تفتكرش ان انت هتكسب يا زياد، لسه هنلعب تاني. يلا نبتدي. كفايه لعب وكلام فاضي. انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في الملعب؟ البيت هيتبهدل. انتوا كسرتوا كل حاجه بسبب اللعب. كفايه لعب، مش عايزه حد يلعب تاني في البيت، فاهمين؟ معلش يا ماما، احنا اسفين. احنا ممكن نلعب في الجنينة. طيب يا ماما، مش مشكلة بقى، ممكن تحضر لنا الفطار؟ انا جعان قوي يا ماما. وانا كمان يا ماما جعانة. وانا كمان يا ماما جعانة وعايزة افطر. ممكن تعملي لنا ميني بيتزا؟ ميني بيتزا؟ ايوه يا ماما، لو سمحتي يا ماما ارجوكي، عايزين نفطر، اعملي لنا ميني بيتزا. ايوه يا ماما يا ريت. ارجوكي يا ماما فطرينا، ارجوكي يا ماما فطرينا. خلاص اقعدوا ساكتين ومش عايزه دوشه ومش عايزه اي صوت، وانا ربع ساعه هحضر لكم الفطار. ياه، ماشي يا ماما. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رأيكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك. بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. هي ليه ماما دايما زعلانة كده وبتزعق؟ مش بتضحك ابدا. احنا برضو عايزين نلعب ونستمتع بوقتنا ونعمل كل حاجة. احنا اطفال مش كده؟ إن سمعتها مرة بتتكلم في التليفون مع واحدة صاحبتها وبتشتكي لها من حاجات كتير، إن مصاريف المدرسة بتاعتنا كتير جدا عليها، ومصاريف إيجار البيت، والمصاريف اللي بتصرفها علينا، وإن الحياة صعبة. أعتقد كده إن ده كل اللي مزهق ماما. يا ريت لو في طريقة نقدر نساعدها. هو احنا هنساعدها ازاي؟ احنا لسه أطفال. احنا لازم نتكلم معاها ونشجعها ونشكرها ان هي بتعمل لنا الاكل وبتصرف علينا. أنا عندي فكرة تانية، إيه رأيكم نقول لها تلعب معانا؟ فكرة حلوة قوي، نقول لها تلعب معانا. أنا متأكدة إن هي هتوافق وهتحب تلعب معانا. هو انتوا مش عارفين ماما ولا إيه؟ مش هتعجبها الفكرة أبدا. مش ممكن توافق إن هي تلعب معانا. ماما أصلا صعبة. أي نعم هي مامتنا وبتحضر لنا الفطار والغدا وبتتكلم معانا، لكن مش ممكن تلعب أبدا. مش بتحب الهزار. هو في حد بيكره الهزار واللعب؟ أيوة ماما. لا على فكرة بقى، ماما هتوافق وهتتبسط كمان. قلتلكم مش هتوافق، بس مفيش مشكلة. احنا ممكن نطلب منها وتبقى محاولة، جايز توافق وتخرج شوية من العصبية اللي هي فيها. خلاص بعد ما نفطر نتكلم معاها، نطلب منها تلعب معانا، وبرضه نبقى نسألها ايه اللي بيخليها تزعق كده ومتنرفزة على طول. بس دلوقتي انا جعان قوي وعايزة افطر. انت دايما يا زياد جعان قوي وعايز تفطر، كسول قوي وعايز تنام. يا سلام، وانت بقى اللي نشيطة قوي. بس اهم حاجة ان انا دايما بكسبك في التحديات. لا خلاص، مش هسمح لك تكسبني تاني. يلا يا ولاد الفطار جاهز. يا سلام يا ماما. ممكن يا ماما تقوليلنا ازاي البيتزا بتطلع معاكي حلوة قوي كده؟ دي طعمها جميل زي ما تكون جاهزة بالظبط. عشان انا اتدربت عليها كتير، عملتها كذا مرة، وبعد كده مرة تطلع حلوة ومرة تطلع وحشة، وبعد كده بقت بتطلع مظبوطة. بس طبعا باظت مني كام مرة، وببقى مش متخيلة ان هي هتطلع مظبوطة، لكن مرة في مرة نجحت وبقت احسن بيتزا. انا لازم يا ماما اتعلم وابتدي انا كمان اعمل الاكل في المطبخ عشان ابقى شاطرة زيك. هجرب مرة واتنين وتلاتة واكيد هنجح واعملها.
يا ريت، ده هيكون مفيد جدا بالنسبة لي، لأن أنا تعبت من كل حاجة، بعمل لكم الأكل وبرتب لكم البيت. أنا زهقت منكم. يا ريت ده أنت هتريحيني خالص. مفيش حد فيكم بيعتمد على نفسه، كلكم معتمدين عليا. مش بتأكلوا نفسكم ومش بتروحوا المدرسة لوحدكم، وأنا كنت بحميكم وألبسكم وأغسل لكم اللبس وكل حاجة. مفيش حد فيكم بيعمل حاجة لوحده. أنا بشتغل بره البيت وجوه البيت. انتوا خلاص قربتوا تجننوني. لا، انتوا جننتوني فعلا. احنا اسفين يا ماما عشان احنا ضايقناكي وزعلناكي وخليناكي دايما على طول زعلانه كده. احنا عايزين نساعدك يا ماما. لو في طريقة نقدر نساعدك بيها يا ماما يا ريت تقوليلنا. ايوه يا ماما، احنا هنتعلم الطبيخ عشان نطبخ بدالك. تطبخوا بدالي؟ لا، مش عايزه ارجع من الشغل الاقي البيت محروق. انا مش عارفه اعمل ايه. بس خلاص يا ماما، اعملي اللي انت عايزاه وما تزهقيش نفسك. مش لازم تتعبي نفسك كل يوم عشاننا، لازم ترتاحي. احنا مش هنضايقك تاني ومش هنعملك مشاكل. ايوه يا ماما، مش هنعملك مشاكل ومش هنضايقك تاني ابدا، ولو عايزانا نساعدك هنساعدك. ولا تساعدوني ولا حاجه. يلا كلوا. طيب يا ماما، احنا هنلعب لعبة بعد الفطار في الجنينة، ايه رأيك تلعبي معانا؟ انت بتقولي ايه؟ هو انا فاضيه عشان العب مع شويه عيال زيكم في الجنينه؟ ده انا عايزه ارتاح وارتاح منكم، مش العب معاكم. يو يا ماما، دايما كده متنرفزه وعصبيه، ما تهدي نفسك شويه. انتوا عايزيني انسى الشغل والبيت وكل حاجه وافكر في اللعب معاكم؟ انتوا ما بتفهموش. لا، اكيد مش بتفهموا ولا هتفهموا ابدا. طيب نعمل ايه بس يا ماما؟ ما تعملوش حاجه. افطروا دلوقتي وكل واحد فيكم يغسل الطبق بتاعه، وبعد كده مش عايزه اشوف وشكم. يلا خلصوا فطار، انا هلبس واروح شغلي. طيب اهدي بس شوية يا ماما. مش عايزه اهدى، ويا ريت اما اروح الشغل وارجع ما الاقيكمش بوظتوا حاجه في البيت تاني. فاهمين؟ حاضر يا ماما. انا خلاص تعبت. انا قلتلكم وانتوا ما بتسمعوش كلامي وما صدقتونيش. قلتلكم ان ماما مش ممكن تلعب معانا ابدا. هو انتوا مش فاهمينها ولا ايه؟ مستحيل توافق تلعب معانا. فعلا يا هنا، انت كان عندك حق. حتى اما سالناها وقلنا لها ان احنا عايزين نساعدها، ممكن نساعدها ازاي؟ برضه مش عاجبها حاجه. هي هتفضل زعلانه كده على طول. مش عارفة يا زياد، بس برضه هي اكيد خايفة ان احنا ما نقدرش نعمل حاجة ونعمل مشاكل كتير. انا عندي حل كويس، ايه رأيكم نعمل لها مفاجأة؟ مفاجاه ايه اللي ممكن نعملها لها؟ اما نخلص فطارها اقول لكم. انا همشي بقى اروح الشغل. يا ريت مش عايزه ارجع الاقي مشاكل. انتوا فاهمين؟ وما الاقيش حاجه في البيت مكسوره، عشان مش هيحصل كويس. اطمني يا ماما، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اما شوف. يلا دلوقتي كل واحد فينا يغسل الطبق بتاعه، وبعد كده نقعد نتكلم عشان اقول لكم على المفاجأة. يلا قولي يا هنا، ايه المفاجاه اللي عايزانا نعملها لها؟ نشتري لها تورتاية كبيرة وهدايا. دي فكرة حلوة قوي. ايوه، فكره حلوه. نشتري التورتايه ونقطعها وناكلها معاها، اكيد هتبقى مبسوطه. وكمان نشتري لها هدايا تكون محتاجاها عشان تتبسط بيها اكتر، ونحاول نخليها ما تبقاش عصبية وتبقى هادية. طب يلا نبدا من دلوقتي. عايزين نعمل لها حفله حلوه ونبسطها. يا سلام بقى لو شوف كام نكته حلوين كده وكام فزوره عشان نضحكها ونبسطها. يا رب بس تضحك، اصلها بتضحك بصعوبة، تقريبا ما بنشوفهاش بتضحك. على فكرة بقى ماما طيبة بس هي اللي مضغوطة. اما نعمل لها الحفله هنفرفشها ونبسطها. يلا ننفخ البلالين يا سارة. وانا هروح اجيب التورتايه. ماشي، بس ما تتأخرش يا زياد. المهم مش هتاخر، بس اما ارجع الاقيكم خلصتوا الزينه والبلالين. يا سلام، كده ماما هتدخل تتفاجئ. تعالي بقى اما نحضر الهدايا. ماشي، يا رب بقى زياد ما يتأخرش وهو بيجيب التورتايه. ساره، انا جبت التورتايه. كل حاجه كده بقت جاهزه، فاضل ربع ساعه وماما توصل. اهو اللي احنا عملناه ده هيخليها تبقى مبسوطة شوية. اتمنى فعلا ان هي تكون سعيدة وتغير معاملتها معانا وما تفضلش تزعق كل شوية. هي كده هتتاكد كمان ان احنا بنحبها قوي. انت بس بطل تبقى مزعج، وانت كده هتثبت لها انك بتحبها. يا سلام، هو انا بس اللي مزعج؟ خلاص ما تزعلوش، انتوا الاتنين مزعجين. طب يلا بقى اما افتح الموبايل اشوف الكام نكته والفزوره اللي كنت بقول عليهم عشان نضحك ماما. ايه ده؟ ايه الرساله دي؟ ايه ده؟ حد دخل حسابي في روبلوكس؟ ازاي؟ حسابي اتسرق؟ لا مش ممكن، الروبوكس اللي فيه كلها راحت.
ازاي حد ممكن يخترق حسابي؟ مش ممكن. حد اخترق حسابك؟ ازاي يعني؟ كل الروبوكس اللي كان عندي مش موجود. زياد، حسابك ما اتسرقش ولا حاجة. انا بصراحة اديت الباسورد لواحدة صاحبتي. ايه يعني ايه اديت الباسورد لواحدة صاحبتك؟ اتكلمي، انت اكيد بتهزري. لا مش بهزر. انت ازاي تعملي كده؟ تدي الباسورد بتاعي لواحدة صاحبتك؟ انت اتجننتي؟ دي مش صاحبة عادية، دي صديقتي المفضلة. ايا كان، ازاي تديها الحساب بتاعي؟ هي كانت عايزة روبوكس وباباها ومامتها مرضوش يدوها فلوس عشان تشتري روبوكس. صعبت عليا، اديتها الباسورد بتاعك عشان تاخد الروبوكس اللي هي عايزاه وتشتري. لا ده انت اتجننتي فعلا وتستاهلي العقاب. وايه المشكلة يعني اما اخدت شوية روبوكس من عندك؟ شوية روبوكس؟ ده اخدت كل الروبوكس. ممكن تهدوا شوية؟ ما ينفعش كده. كان ممكن تسأليني وانا اقول لا ولا ولا مش عايزة اديها اصلا. بقول لك دي صاحبتي المفضلة وكنت عايزة اساعدها. الحكاية بسيطة يعني، مش مستاهلة كل الزعل ده. ايه ده؟ انت بترش عليا المية والمية ساقعة؟ انت تستاهلي اكتر من كده. انت بترش على هدومي العصير، بوظتيلي اللبس بتاعي. انت اللي بدأت، انت اللي بدأتي، انت السبب. خلاص بطلوا بقى، كفاية. مبسوطين كده؟ وقعتوا التورته على الارض. اسكتوا بقى. ماما خلاص، انا سمعت صوت العربية بتاعتها وصلت. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ماما اتكلموا، ايه اللي بيحصل وانا شفته ده؟ احنا كنا بنهزر مع بعض يا ماما. ايوه يا ماما، احنا كنا بنهزر مع بعض. ده احنا حتى كنا عاملين لك حفلة وشايفة مزينين البيت ازاي. ايه رأيك يا ماما؟ ايوه يا ماما، وكمان اشترينا لك هدية. شايفة؟ مش عايزه اشوف حاجه، اتكلموا. ايه اللي انا شفته ده؟ بتضربوا بعض ليه؟ انا اسف يا ماما، بس هنا ادت الباسورد بتاع حسابي في روبلوكس لواحدة صاحبتها وسرقت كل الروبوكس بتاعي يا ماما من غير ما تقولي. دي صاحبتي يا ماما وكانت عايزة روبوكس. روبوكس؟ كل البهدله اللي حصلت في البيت دي بسبب الروبوكس؟ اللبن على الارض وميه وتورتايه واقعه وخناق بسبب شويه روبوكس. انا خلاص زهقت منكم خالص، مش عارفه اعمل ايه. هي اللي بدأت يا ماما. انا ما كنتش اقصد يا ماما. ولا تقصدوا؟ خلاص انا مش قادره استحمل، انا زهقت منكم خالص. حتى اليوم اللي قررت ارتاح فيه وقلت النهارده من بعد ما ارجع من الشغل هشتري اكل ومش هعمل حاجه، تعملوا كده؟ فعلا انتوا مش حاسين بيا ومش بتحبوني، وانا كمان مش هحس بيكم ومش هحبكم. ارجوكي يا ماما ما تزعليش وما تقوليش كده، ارجوكي يا ماما، احنا مش قصدنا حاجه. دي مشكله بسيطه زي اللي بتحصل كل يوم. خلاص يا ماما ما تزعليش. انا خلاص مش عايز اسمع حاجه من حد، اسكتوا. انا كان لازم اخد القرار ده من زمان، بس انا اللي كنت باخره. قرار ايه يا ماما؟ بكره هتعرفوا انا هعمل ايه، ودلوقتي مش عايزه اشوف حد فيكم. مبسوطين باللي حصل ده؟ يا ترى هتعمل ايه بكره؟ انت السبب ان المفاجأة تبوظ. يعني اليوم اللي قررنا فيه نخرجها من العصبيه اللي هي فيها تعملوا كده؟ انت اللي كبرت الموضوع يا زياد. الموضوع مش مستاهل كل اللي انت عملته ده. ازاي ترش عليا ميه ساقعه من الازاز؟ وانت رشيتي عليا اللبن وبوظتي لي هدومي. يا سلام، يعني ترش عليا الميه الساقعه وعايزني اقف اتفرج عليك؟ اسكتوا انتوا الاتنين، انتوا مش حاسين الكارثه اللي انتوا عملتوها؟ لسه برضو بتتكلموا مع بعض وبتتخانقوا؟ خلوا عندكم احساس، بوظتوا كل حاجه. انتوا السبب. انت فعلا عندك حق يا سارة، كان ممكن نعدي اليوم، نستنى لبكره حتى. بس انا كنت زعلان قوي على الروبوكس بتاعي، بس برضو ده مصروفي، حوشت كتير عشان اقدر اشتري الروبوكس ده، فجأة كده يضيع. اما نستنى بكره بقى ونشوف القرار اللي قالت عليه هيكون ايه. يا ترى ناوية تعمل ايه؟ اكيد مش هتبقى حاجه كويسه. زياد، انا اسفه، انا فعلا غلطت، كان المفروض اسالك الاول. انا مش عايزة اتكلم معاكي اصلا، انت السبب. يلا كلكم البسوا واجهزوا وتعالوا لي تحت عند العربيه. نعم يا ماما، عايزانا ليه؟ دلوقتي هتعرفوا، اركبوا العربيه. طيب يا ماما قولنا هتودينا فين؟ دلوقتي هنروح وتشوفوا بنفسكم، بس انا متاكده ان كده حياتي هتبقى افضل بكتير، مش هشيل مسؤوليه وهرتاح. يلا اركبوا العربيه، انتوا سبب كل مشاكلي
والعصبية اللي أنا فيها. يا ماما احنا ولادك وبنحبك قوي. أنا عايزة أشوف حياتي وأشوف مستقبلي وأشتغل وأحقق حلمي وأوصل للي أنا عايزاه، لكن معاكم مش عارفة أعمل حاجة. كل حياتي بربي أطفال، والشغلانة دي مش مناسبة ليا أبدا. يلا بقى اركبوا العربية. ايه المكان ده يا ماما؟ هو انت عايزة تسيبينا هنا؟ لا يا ماما ارجوكي ما تسيبيناش هنا، خدينا معاكي. يا ماما احنا بنحبك. احنا اسفين يا ماما ومش هنعمل حاجة تاني نوعدك. لا لا يا هنا، ما تزعليش، اكيد ماما مش هتسيبنا هنا. ماما جايه تتبنى طفل، مش كده يا ماما؟ او جايه تدفعي تبرعات، صح؟ لا، ماما جابتنا عشان تسيبنا هنا، مش كده يا ماما؟ لا يا ماما ارجوكي ما تعمليش كده. لا يا ماما، انت بتهزري، قولي انك مش هتعملي كده. ده الحل الوحيد اللي أنا هعمله عشان أشوف نفسي وأشوف حياتي. يعني انت يا ماما هتبقي مبسوطه اما تسيبينا هنا؟ أيوة، وهبقى مبسوطة جدا كمان. لا لا، مفيش ام بتسيب اطفالها في الملجأ. يا ماما انا عارف ان احنا مزعجين، وعارف ان احنا بنعمل مشاكل كتير، بس اوعدك ان احنا كلنا هنتغير ومش هنتكلم خالص، مش هنعمل لك دوشه ولا اي حاجه، واعتبرينا مش موجودين في البيت، مش هتسمعي حتى النفس. سامحينا يا ماما ارجوكي. يا ماما احنا ما نقدرش نستغنى عنك. عارفة يا ماما احنا فكرنا في الفكرة بتاعت امبارح ان احنا نعمل لك حفلة ونجيب لك تورتاية عشان نفرحك ونقعد نتكلم معاكي ونقول لك ما تزعليش مننا خالص. يعني احنا ما كناش نقصد ان احنا نعمل مشكلة ولا نغلط خالص. ايوه يا ماما، ارجوكي ارجوكي ما تزعليش مننا. اسكتوا بقى، مش عايزاكم تتكلموا خالص، مش عايزة اسمع صوت. أنا خلاص خدت قرار، مش ممكن ترجعوا تاني أبدا، مش ممكن. هتفضلوا هنا، كل واحد فيكم حر يعمل اللي هو عايزه. اعتمدوا على نفسكم، الملجأ هنا هيعلمكم حاجات كتير، وممكن كمان عيلة تانية تتبناكم يكون ما عندهمش أطفال وعايزينكم. لا يا ماما، انت عايزة تسيبينا لعيلة تانية تتبنانا؟ احنا مش عايزين نعيش مع حد غيرك، انت مامتنا الحقيقية، لازم نعيش معاكي انت. خلاص الطاقة عندي خلصت والوقت خلص، ومش ممكن أرجع في قراري أبدا. لا يا ماما ارجوكي، يا ماما ارجوكي. قلت خلاص أنا همشي. لو سمحتي، هو حضرتك ليه عايزة تسيبي اولادك هنا في مركز التبني؟ أصل أنا ما عنديش فلوس كفاية إن أقدر أصرف عليهم. أنا هسيبهم هنا، وممكن لو حد غني عايز يتبناهم أو يفضلوا عايشين في الملجأ. طيب حضرتك امضلنا على الورقة دي. اتفضلي. دي خلاص مضت على الاوراق، يعني مش هترجع في كلامها. مع السلامة يا ولادي. انا مش قادرة اصدق، قولولي ان انا بحلم وماما هترجع تاني. مبسوط كده دلوقتي يا زياد عشان شوية روبوكس؟ شوف حصل فينا ايه، وصلنا للملجأ. بطلوا بقى، كل حاجه انا السبب انا السبب. واضح جدا ان ماما كانت واخده القرار ده من زمان وزهقت وكانت عايزه ترتاح مننا، ما صدقت بقى مشكله الروبوكس دي حصلت وجابتنا هنا على طول. طيب على فكرة ممكن يكون لسه في فرصة ان احنا نرجع ونعتذر لها ونعمل لها كل حاجة. هي اكيد هتهدى بعد يوم ولا 2 ولا 3، او حتى نسيبها اسبوع، اكيد هنوحشها واول ما تشوفنا هتسامحنا على طول. دي حتى ما سلمتش علينا وودعتنا، قالت لنا سلام ومشيت على طول. هي تقريبا كده ارتاحت مننا. معقول تكون مش هتسأل عننا تاني؟ مفيش قدامنا حل غير ان احنا هنستنى هنا لحد اما نشوف بقى هنعمل ايه. انا اسفة جدا على اللي حصل ده. يلا تعالوا معايا عشان تشوفوا اوضتكم.